السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه يا حبيبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جاب لي حاجه صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، عشان اليوم ما بيكملش غير بالصلاه على النبي. ربنا يا رب يكرمكم يا رب، وبزياره النبي يا رب العالمين. طبعا يا حبايب قلبي، انا بشكر اي حد وقف جنبي في القناه، بشكر اي حد ساعدني، بشكر اي حد دخل فرحه في بيتي وفرح عيالي. ربنا يفرحكم يا رب ويبعد عنكم المرض. بشكر اي حد عمل له كومنت حلو، وبشكر اي حد داس لايك، شاهد الفيديوهات الاعلانات. ربنا يا رب يبعد عنكم المرض ويجعله يا رب ايه في ميزان حسناتكم. ربنا يا رب ينصر اخواتنا في غزه وفلسطين واهل سوريا واهل السودان، وما يجيبش اي حاجه وحشه لاي بلد دوله عربيه يا رب. وربنا يا رب يرزق كل مشتاق يا رب الذريه الصالحه يا رب العالمين، ويدي كل مشتاق ويراضيكم يا رب في عيالكم وفي مالكم وفي صحتكم، ما يدخلش عندكم الحزن ابدا، ويجعل يا رب الجلال في ايدكم كتير، ويجعلكم تدوا ما تاخدوش. وربنا يكرمكم يا رب ويخليكم زواجكم يهدي سركم، يبعد عنكم ولاد الحرام يا رب العالمين. ربنا يرحم حماية يا رب، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين، ويرحم أمة محمد يا رب العالمين، ويرحم كل المسلمين يا رب العالمين. وربنا يا حبايبي يشفي كل مريض، ومرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب. طبعا يا حبايبي، بص لحد ما يصلي على النبي وحط لي اللايك، وما ينساش بالله عليكم اللايك الجميل بتاعكم وشاهد الفيديوهات كده. الله يبعد عنكم المرض يا رب، الله يجعله يا رب في ميزان حسناتكم. اي فيديو انزله ان شاء الله يجبر بخاطركم يا رب، وما يحوشكوش لحد تقفوا جنبي فيه وتشاهدوهولي. والله العظيم تاني يعني انا عشمانه في ربنا عز وجل، ثم انتوا بعد ربنا. ربنا يخليكم ليا عشان قناتي ما تنجحش يا حبايبي. اهم شيء اللايك يا حبايبي، يا رب يبعد عنكم المرض ويجعل كل دعوه بديهيه من حقكم ونصيبكم. عشان خاطر ربنا يا حبايبي، شاهدوا لي الفيديوهات، حطوا لي اللايك وشاهدوا لي الاعلانات، وما تبخلوش عليا يا حبايبي ايه باللايك يا حبايبي. ان شاء الله يجعلوا في ميزان حسناتكم. عشان خاطر يا حبايبي الاربع عيال اللي معايا دول، ربنا يكرمني ويديني رزقهم. ربنا يخليكم ليا يا رب ويستركم يا رب، ويستر عرض ولا ايه زي ما انتوا هتقفوا جنبي. طبعا يا حبايب قلبي، الف شكر على الناس اللي دخلت عندي على الواتس تطمن عليا انا وحمودي. ان شاء الله يخليكم ليا يا رب العالمين يا رب، ويجعلوا في ميزان حسناتكم كل حد ادعالي. طبعا الناس العسل اللي كتبت لي في التعليقات والكومنتات، ربنا يخليكم ليا يا رب، وما يحوشكوش لحد يا رب العالمين على اللي انتوا بتعملوه معايا. ربنا يخليكم ليا، والف شكر على دعمكم ليا. ربنا ما يحوشكم لحد يا رب، ويخليكم ليا يا رب العالمين، ويبعد عنكم المرض على اي حاجه بتعملوها معايا. طبعا يا حبايب قلبي، اللهم صل على سيدنا محمد. انا طلعت منكم عليا، انا المره اللي فاتت كنت بعيط ويعني وزعلتكم عليا، معلش، بس انا والله كان غصب عني، انا كنت تعبانه خالص، ويا حبيبي كانت السخونه هتموتني. ده غير ان انا يا حبيبي ما اقدرش اخش اعمل حمام، فانا كنت بموت حرفيا يعني. بس الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر على اي حاجه ربنا يداني. وطبعا يا حبيبي زي ما انتم عارفين ان انا كنت تعبانه، وكنت طالعه في البث من ورا من العياط، لان انا والله يعني الحمد لله، مش هقول غير الحمد لله يعني. طبعا يا حبايب قلبي، انا رحت عملت التحاليل. ناس حبايبي جات لي يا مريم روحي اكشفي، ما تسكتيش على نفسك، واكشفي لحمودي ابنك، ما تسكتيش بردك على نفسك. انا عملت يا حبايبي زي ما انتم قلت له، رحت يا حبايبي كشفت، عملت تحاليل يا حبايبي، اللهم صل على سيدنا محمد. رحت عملت تحاليل يا حبايبي، تحاليل بول دم كامل وصوره دم كامله يا حبايبي، وبعته من الدكتوره يا حبايبي على الواتس. والدكتوره يا حبايبي شافت طبعا التحاليل، اللهم صل على سيدنا محمد. لقيت عندي يا حبايبي يعني الالم اللي انا كنت فيه، تخيلوا، صديد في البول ودم في البول، كنت بموت حرفيا. طبعا يا حبايبي جات لي اعملي مزرعه بول، رحت طبعا عملت ايه مزرعه البول زي ما قالت لي. وطبعا مزرعه البول دي يعني ما تطلعش يا حبايبي غير بعد مثلا 3 ايام او ايه او 5 ايام. فاللهم لك الحمد يعني، الحمد لله على اي حاجه ربنا ايه ادانا يا حبايبي. وطبعا يا حبايبي هي اللهم صل على سيدنا محمد، جت لي تعمل مزرعه البول وكده. بعد ما تعمل مزرعه البول هات العلاج وخدي منه. طبعا يا حبايبي كتبت لي على سوبر اكس 400، ده اخده الاول لمده 5 ايام لحد بس ما مزرعه البول تطلع، واروح للدكتوره طبعا تشوفني يعني، وتشوف مزرعه البول وتكتب لي العلاج المناسب ليا. وطبعا يا حبايبي برضك عطتني سوبر اكس اللي هو 200، بس اخد ده الاول
لمده 5 ايام، بعد ما اخلص ده اخد ده لمده ايه 8 ايام ان شاء الله يعني. طبعا يا حبايب قلبي مش عارفه والله اقول لكم ايه يعني. الحمد لله انا يعني الحمد لله الوقت ابتديت اتحسن. وطبعا يا حبايبي كنت تعبانه جدا والله، وكانت السخونه تموتني بسبب ان محمد ما كانش بيرضع مني واللبن خزن يا حبايبي. فعشان كده هو اللي عمل لي سخونه، وكنت والله العظيم ما يعني بزفزف كده واقول للعيال غطوني غطوني بموت غطوني، لدرجه ان انا يعني حطوا عليا الدفايات، حطوا عليا الملايات وراح حاطين عليا الهدوم اللي هي جوه البوجج اللي انا بعبيها قدامكم دول، فضاع عليا والله من كميه البرد اللي انا كنت فيها. والله يا حبيبي ربنا ما يوري حد المرض يا رب، ويبعد عنكم المرض ويكفيكم شر المرض. والله يا حبيبي عايزه اقول لكم انا كنت يعني البني ادم ده مش حاجه والله، الحمد لله على كل حال. لان انا فعلا يعني مش عارفه اقول ايه، بس انا كنت تعبانه جدا لدرجه والله ان انا ما كنتش بقى بنام، ولا كنت بنام يا حبايبي، ولا بنام العيال معايا، ولا حتى ابو مريم كان بينام بسبب العياط والوجع. والله وجع جامد ربنا ما يوري حد. بس الحمد لله احمد ربنا على كل حال، اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر. على اي حاجه يدينا بالله عليكم الوصل لحد ما يصلي على سيدنا محمد يا حبايبي، قلت له اللايك ومعلش اجفوا جنبي وزوجوا معايا زقه في القناه زي بعض عشان ربنا يكرمني والله. وحقكم علينا ما كنتش بعمل فيديوهات والله العظيم غصب عني، انا تعبانه والله لسه زي ما انا تعبانه وربنا هو اللي عالم. بس الحمد لله ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. اعمل لكم فيديوهات على قد ما ربنا يقدرني باذن الله. وطبعا شكرا للناس اللي هي ايه يا حمو ايه توتو ايه يا عسل. وطبعا يا حبيبي شكرا على الناس الله يبعد عنها المرض اللي عملت معايا الصح يا حبايبي، وقعدت تقول لي احنا معاكي يا ام مريم في القناه ما تقلقيش ما تخافيش على القناه. انا يا حبيبي لما طلعت عيطت والله العظيم انا عيطت، خفت يا حبايبي لحسن لا قدر الله القناه تروح مني يا حبايبي، اللي هو ايه تجع مني ان انا ما بقدرش اعمل فيديوهات. بس انا طلعت عيطت وكنت زعلانه على ان انا تعبانه، وفي نفس الوقت ان لقمه عيشي مش عارفه اعملها يعني فاهميني انت اللي هما مش قادره اتحرك ان انا اعمل حاجه والله. فالحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر على الناس اللي بتحبني، وكميه الناس اللي هي تدعي لي ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ويخلي لكم عيالكم ما حوشكوش لحد يا رب العالمين. الف 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 شكر الف شكر على دعمكم ليا على حبكم ليا، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. والله ما عارفه اقول لكم ايه. طبعا اهو حمودي يعني ابتدى ايه الناس قالت لي ما تسيبوش نايم يا ام مريم صحيه يرضع. ما ينفعش غلط انك انت تسيبيه نايم. والله يا حبايبي عايزه اقول لكم ان انا والله كل شويه اصحى فيه عشان يرضع. اول ما اصحيه واجي ارضعه يروح نايم يا حبايبي مني تاني ما اعرفش ليه. وساعات يا حبايبي يقعد الليل كله يصرخ ويعيط ما اعرفش من ايه بردك دوت، وبديله وجع بيجي له وجع تقريبا في بطنه تقريبا مغص. فانا يا حبايبي بديله ايه بديله اللي هو النوجت يا حبايبي. الدكتور بتاع الاطفال لما ولدت كان كاتب عليها وابو مريم جابها والله. بصوا بداله وبقعد ساعات والله نايمه على بطنه. طب اعمل ايه طيب؟ فمش عارفه ان كان بيعيط من السره عشان وجعاه ولا ايه ولا ده مغص في بطنه، بس انا بعمل اللي عليا والله. اهو يا حبايبي تلاقوه كده ايه مره واحده ايه هاتك يا عيون ايه يا كاكا ايه يا عسل ايه يا عسل ايه يا عسل. ربنا يخليكم ليا يا رب، كتر خيركم يا رب ويديكم الذريه الصالحه يا رب. يا رب ما يحوش حد لحد يا رب. ربنا يديكم ويطعمكم ويرضيكم يا رب ويبعد عنكم ولاد الحرام. والله على اي حاجه بتعملوها معايا والله صح. ربنا يخليكم ليا انتوا اخواتي يا متابعيني والله، وانا عشمانه في ربنا عز وجل ثم انتوا بعد ربنا سبحانه وتعالى. وصلوا على النبي يا حبايبي صلوا على النبي. والله العظيم ما حد ياخد معاه غير ان هو بصوا مش هياخد معاه غير عمله الحلو والصلاه على النبي. ربنا يا رب يجعل كل صلاه بتصلوه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام يجعله في ميزان حسناتكم يا حبايبي ويخليكم ليا يا رب. ايه توت ايه ايه عسله انت ايه يا عسله انت حبايبي واخواتي. ربنا يخليكم يا رب ربنا يخليكم ليا وما حوشكوش لحد يا رب. ادعوا لي بقى ان ربنا يكمل شفاء على خير، وادعوا لي ان ربنا يقويني واعمل فيديوهات يا حبايبي. ايه ده ايه يا حمودي الناس اللي مدلعه محمد وبيقول له يا حمودي احلى اسم حمودي. ايه لا 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 يا ابوي لا ابوي النع 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 النع
النعنع. شايفين يا حبايبي؟ يعني كان نايم وصحي، صحى اهو، العسل صحى اهو، القمر صحى اهو. ان شاء الله يا رب يديكوا ويرضيكوا يا رب، يديكوا ويرضيكوا يا رب الذريه الصالحه يا رب العالمين، ويبعد عنكم المرض وما يحوشكوش لحد، ويخلي لكم عيالكم يا رب، ويرزقكم يا رب من حيث لا تحتسبوا زي ما انتوا واقفين جنب انا وعيالي. حبايبي انا اسفه ان طولت عليكم، حقكم عليا، وربنا يخليكم ليا، يجعلكم يا رب دايما مع الناس الغلابه اللي زينا، ويديمكم يا رب نعمه في حياتي يا حبايبي. وادعوا لي يا حبايبي ربنا يشفيني. الحمد لله انا ابتديت يعني اتحسن واحده واحده، والله المستعان يا حبايبي. حبايبي واخواتي في الله والله العظيم تاني ما عارفه اقول لكم ايه. يلا يا حبايبي السلام عليكم، عشان اشوف حما ردعوا. يلا يا حبايبي السلام عليكم، اشوف وشكم بخير، وربنا يخليكم ليا يا رب، وما تحوشكوش لحد يا حبايبي. السلام عليكم.